المورينجا لا، هذه يسمونها المعجزة. المورينجا كل شيء في المورينجا علاج، ما له آثار جانبية. هي شجرة سبحان الله اللي زيتها من أغلى أنواع الزيوت في العالم. زيت المورينجا يعني ألذ من السمن وألذ من زيت الزيتون وألذ من، ويستخرج منه بذوره تشبه بذور الفستق، ولذلك شجرة المورينجا سموها شجرة المعجزة. خلافا وتميزا على كثير من النباتات على نسبة عالية جدا جدا من كل ما يحتاجه الإنسان من الفيتامينات، وتحتوي على 18 حمض أميني من الأحماض الأمينية المكونة للبروتينات. فهي في هذا المنطلق يعني تتميز. يعني نسبة الفيتامين سي الموجودة في المورينجا أكثر ب4 أضعاف تلك الموجودة في البرتقال، والبرتقال مشهور بفيتامين سي، ونسبة الموجود في فيتامين اي أكثر من الموجود في الجزر، وهكذا. المورينجا الله 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 الله. الزهور يا دكتور ولا الورق؟ كلش. هذه الزهور الآن بنوريك وياها، يعني زي ما يقولون مثل الشاي ولا النعناع. قمة أزهار المورينجا. أزهار المورينجا صح بشكل ما يتصور. شفت؟ وبناخذ الله يسلم من الورق هذا، بس عشان نقول للمتابعين الورق هذا نقطفه بدون الساق، ما ناخذ الساق زين، ونجففه في ظل، ثم نطحنه، ثم نضيفه زي الشاي. هذا وهذا يعالج 63 مرض معتمد من الهيئات الطبية. والله 63 مرض. عشان ما في وقت نتكلم عنها، نقول استخدموا هذا اللي هي المورينجا على مويه ساخنه. ابد اضفها على مويه ساخنه، ولين فتر اضف عليه ملعقه عسل. كثير سألوا عن طريقة استخدام المورينجا. ببساطة نقدر نستخدم المورينجا كورق، الورق هذا نستخدمه نسوي بالشاهي مثلا عادي، أو أن نجده كمسحوق، وهذا الأغلب اللي تجده أنه مطحونة. أوكي، السحق هذا والطحين حقه تحطه على السلطة، تحطه على الطعام عادي، تقدر تضيفه على الشاهي، تقدر تسوي بها شاهي لحالها، تقدر تحطها في موية باردة عادي وتشربها، تقدر تحطها في موية وتغليها. الأمر سهل يعني. لازم أننا يعني نحرص على نقطة: الحامل ما تصلح لها، المرضع ما هو واضح العلم كذا علميا، يعني ما في شيء أكيد، يعني يقال علميا أنها ربما تكون آمنة للمرضع. بالنسبة للي عندهم غدة درقية لا ننصح بها، يعني اللي حامل واللي عندها غدة درقية لا ننصح بها. المرضع الأمر بين غير واضح، فممتازة جدا طبعا لأي شخص آخر غير هؤلاء. ممتازة خاصة للي عندهم سكر، وتعطيك احتياجك اليومي وزيادة من الحديد والكالسيوم والنحاس والمغنيسيوم. وهناك ما يشير إلى أنها ربما تخفض كوليسترول الدم أو الكوليسترول، إضافة إلى أنها تخفض الضغط وتخفض السكر. ولكن ما أروح أرمي الأدوية وأخذها، هذا شيء غير صحيح. هي تساعد مع الأدوية، وهي عبارة عن غذاء صحي ورائع جدا. يعني فيها الكالسيوم، فيها البوتاسيوم، فيها الحديد، فيها الفيتامين A، فيتامين C، فيها كثير من الأحماض الأمينية خاصة في بذورها. تعتبر معقمة، تعتبر برضو كذلك غذاء تكميلي. يعني جرام واحد ربما تجد فيه ما يعادل 7 برتقالات. ما في البرتقالة من الكالسيوم 7 برتقالات. كذلك البوتاسيوم ما يعادل 3 حبات موز من البوتاسيوم موجود في الجرام. هذه الشجرة تحتوي على عناصر عديدة جدا وجميلة، فهي تحتوي على جميع أنواع الفيتامينات، أيضا نسب عالية من البروتين، الفيتامينات بأنواعها، المواد المضادة للأكسدة، المواد المضادة للالتهابات، الأحماض الأمينية، كل ما يحتاجه الإنسان من عناصر غذائية موجودة في هذه الشجرة. بدأت بالمورينجا، شجرة غريبة في المنطقة هنا، وعندما زرعتها بدأت أسوي تجارب على الناس، فجربتها على نفسي، وكنت ما أقرأ إلا بنظارة، وهذه النظارة ما أستطيع أقرأ حتى في المصحف. 3 أشهر ورميت النظارة منذ 6 سنوات حتى الآن. طريقة ولا شيء، تسحق من المورينجا وتخلطها مع زبادي وتأكلها في الصبح على ريق فقط. هذا بالنسبة لي أنا شخصيا.